عايز ابدا مع المستشار محمد دمرداش. في الحقيقه سياده المستشار، اقول لحضرتك ملاحظه متابع ربما اكون مخطئ. النهارده لم يكشف عن جديد في المؤتمر الصحفي، ايه اللي بيحصل بالظبط في القضيه دي؟ نعم. خلينا اقول ان القضيه يعني بدايه او الملف ده، بما انه الموضوع اصلا لسه ما تحولش القضيه. ملف قديم. نعم، هو لا زال قضيه قيد التحقيق، وحقيقه هذا الامر كان فيه صراع شديد جدا في المجتمع المصري ما بين القول بان مصادر التمويل الاجنبي التي دخلت لمصر بعد يوم 25 يناير لابد ان تكون تحت المنظار والضبط، وبين راي اخر ان حريه العمل الاهلي والمدني يسمح بدخول اي اموال ما دام ان هذه الدوله تاخذ معونات بمليار ومليار ومليار على حسب البنود بتاعتها، وهذا طبعا قياس خاطئ جدا، لكن هذا ما كان يصار في المجتمع. بدا التحقيق في هذه المساله ببلاغات مقدمه من بعض الساده القانونيين على مختلف انواعهم، والتحقيق بدا بقرار حاله من المستشار الجندي وزير العدل السابق، واستمر التحقيق الى وقتنا هذا. الذروه التي حدثت في ال 48 ساعه الاخيره كان سببها أن قاضي التحقيق، وهم منتدبان من مستشاري محكمة الاستئناف، وهي أعلى درجات التحقيق التي يعرفها قانون الإجراءات الجنائية المصرية. والقصد أن يكون التحقيق بعيدا عن النيابة العامة حتى لا يقال أن هناك تأثير أو تأثر من عضو النيابة العامة بقياداته أو رئاساته لطبيعة العمل الرئاسي في النيابة العامة. فانتدب قاضيان للتحقيق، وانتهى بعد سماع 400 شخصية من شخصيات المجتمع المدني ومسؤولين وزارة التعاون الدولي ومسؤولي وزارة الشؤون الاجتماعية التضامن الاجتماعي والعدالة سابقا إلى وجوب توفير أوراق معينة لم توفر، طلبت، وهذا ما صرح به مستشاري التحقيق. وكان الحل هو تفتيش المقر التي ارتأى قاضي التحقيق أن التحقيق يستلزمهما. إجراء التفتيش في حد ذاته هو إجراء قانوني. خلينا نتفق أننا هناك حالة اختلاف في ضبط المصطلح. ما حدث هو مداهمة أو إغلاق ولا إجراء قضائي؟ أنا طبعا كرجل قضاء في المقام الأول أقول أن ما حدث هو أحد إجراءات التحقيق القضائي الذي يتولاه مستشار المحكمة. وهل هل الإجراءات بتتضمن إيقاف النشاط أو إغلاق المقر؟ لا نهائي، إيقاف النشاط للنفذ إيقاف النشاط لسببين. إغلاق المقر؟ خلينا نتفق الإغلاق تم إزاي؟ أولا نزول الشرطة والجيش ده هذا أمر ثانوي. شكل النزول أو عدمه هذا أمر لا يتدخل فيه قاضي التحقيق أو يتدخل فيه عضو النيابة الذي قام بتنفيذ قرار قاضي التحقيق بالتفتيش. ولكن إغلاق المقر تم تشميع المقر عن طريق السلك الأبيض، وهذا التشميع قد يكون استمر لعدة ساعات في مركز محدد معين، وقيل أنه طلب من صاحبه أو من مديره والمسؤول عنه افتتاحه. الإجراء الذي لابد أن نلتفت إليه ليس كم القوات التي نزلت إلى الضبط أو كم أعضاء النيابة الذين تولوا عملية التفتيش لل10 منظمات، هم 10 منظمات مش 17، في 17 مقر على مستوى الجمهورية. الإجراء الأهم ما ستسفر عنه هذه الأوراق. أدي واحد، هذا عندي في المقام الأول. ستسفر هذه الأوراق عن تحديد للمسؤوليات في المجتمع. لابد أن نعرف المنظمة أو الهيئة التي تعمل بتصريح أو من غير تصريح، والتصريح عندي شكلي هو ليس القانون كله. ثانيا، من أين الأموال وإلى أين ذهبت؟ هذا حق لأي دولة لها سيادة. حتى تتم الإجابة على هذه الأسئلة، هل المقار تفضل مغلقة ولا بتمارس نشاطها لغاية ما يوجه لها التأمين؟ هذا على حسب قرار قاضي التحقيق، لكن قاضي التحقيق وفق المعلومة التي لدينا أنه لم يصدر قرار بإغلاق، وهي ليست جمعيات. بس الواقع